هلو، السلام عليكم ورحمة الله. معكم سامر وحود ابن سوريا. قبل ما نبدأ بهذا المقطع خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو اليوم رح نحكي عن الإعدادات، عن إعدادات السكوبات. آسف انتوا طلبتوا مني كتير هاي الإعدادات وطلبتوا اني صور لكم فيديو. انا بعتذر منكم شخص عن التقصير يلي صار في موضوع السكوبات، آسف كتير. ولكن اليوم بشكل عام رح اعمل لكم شرح مو بس عن السكوبات، عن الجرافيكس، الدقة اللي انا بستخدمها، رح احكي لكم عن الاعدادات اللي انا بستخدمها، رح احكي لكم عن كل شيء بالمفصل حتى لا اكون قصرت معكم بفيديو واحد. انا بامكاني اني اقسم هذا الشيء لثلاث اربع فيديوهات، لا خليني احكي لكم في فيديو واحد عن الاعدادات كلياتها اللي انا بستخدمها. حتى اي يعني اي شيء مثلا رفيقك حكى لك انه شو سرعه سكوبات او شيء، خلاص تاخذ له الرابط وتقول له شوف هذا الاعدادات بنصحك فيها. فرح ندخل هلا حاليا طور التدريب وخلينا نشوف كيف رح يكون الجيم وكيف رح يكون الاعدادات اللي رح اشرح لكم اياها. خليكم مع المقطع. اوكي شباب، مثل ما انكم شايفين دخلت طور التدريب وجبت معي ال AWM الأوم وجبت الام 4 وجبت معي سكوبات حتى نشوف كيف الشرح رح يكون. حاليا رح نبدا باول شيء. خلينا نروح للاعدادات واحكي لكم عن الاعدادات اللي هي الاساسيه. الاعدادات الاساسيه هي محجوب من قبل الجدار، هي خليها تفعيل، والمساعدة الاستهداف هي خليها تفعيل، هي الام اسيست. يعني انت يعني بتساعدك لما ترمي على واحد بيساعدك حتى الطلق يجي فيه. وهي وضع الاطلاق الناري بالقوس والبندقية اليدوية، هي خليها انقر، لا تخليها اطلاق. اوكي. والوضع الثاني هي وضع اطلاق البندقية كمان انقر. عندك تبديل النطاق السريع خليه تفعيل. اوكي. وخلي النظر والمنظار مفتوح. اوكي. هي ليش يا جماعه الخير هذا الخيار؟ ليش هذا الخيار يلي هو النظر والمنظار مفتوح؟ هذا بمجرد انك انت ضغطت على الميلان بيقوم بيفتح سكوب، لما تروح تضغط على الميلان مرة تانية بيفتح سكوب. اوكي. فهيك بصير لما بدك اخذت كفر او شيء ما بتضغط على التزويم بعدين بتضغط انك تميل حتى تشوف اللاعب، لا خلاص بكون ماشي مثلا بدك تميل مثلا على الحيط ملت بس. والخيار الثاني اللي هو تبديل النقر بسرعة والاطلاق النار. اوكي. هي كمان حطها تفعيل. وخلي هي الاعدادات مثل ما حكيت لكم. في عالم بتقلك انه كيف بتخلي الدم احمر من هون كمان بتخلي الدم احمر من هي الخيارات. فعلها مثلي انت، هي الخيارات كلها تفعلوها مثل ما انا مفعلها. اوكي. بنروح على الرسومات. والرسومات هلا في عندي انا بيفتح HDR اللي هو اخر خيار، هذا ما قريبا عم يقولوا رح يضيفوه فائق الدقه، ولكن انا دائما بستخدم السلس اللي هو بيكون اسمه سمود هذا بالانجليزي. فما بنستخدم السلس ليش؟ لحتى انا ما بيهمني الدقه، انا بيهمني اللعبه تكون سلسه حتى اتحكم بسرعه. فدائما انت استخدم السلس، وتحت دائما استخدم اقوى شيء عندك، بيكون منخفض متوسط عالي فائق قوي. اهم شيء تستخدم هي الفريمات، لانه هي اللي بتخلي اللعبه سلسه، تخلي اللعبه اللاعب يمشي بسرعه ويتحرك بسرعه. في عندك هدول الصور، هدول هي بتكون الوان. دائما بنستخدم الملون حتى تعطي خضار زياده، الحمار زياده، هيك شيء. فدائما بنستخدم الملون. هون عندك هدول لا تفعل فيهم شيء ابدا، كله تعطيل عادي بتعطيل. اوكي. وبتعطي موافق. بعدين بنروح على عناصر التحكم. هذا شو خاصيته؟ هي كرمال انت تبدل الازرار. ممكن انه تخلي السلاحين فوق بعض. كتير في عالم سألتني، بس بيكون السلاحين هيك بهالشكل مثل ما لك شايف، انت بترفعه وبتحطه فوق. هي خلاص هيك بيكون عندك السلاحين فوق بعض. في كتير عالم تسأل كيف بدي نظم، وبعدين بتحط مثلا اذا ضغطت هون بتصغر بتكبر بتروح للشفافيه تبعيتها عشان ما بقى تصير تبين مثلا هيك اذا بتحب. وبعدين اخر شيء بتضغط حفظ. واذا بتحب كمان وفي عندك اخ مثلا بيلعب بنفس الموبايل، بامكانك تستخدم نوعين اعدادات. هو من عندك من على المسنن هذا بتضغط، في عندك 3 خيارات اعدادات فينك تستخدمهم. هون خلصنا من هذا الموضوع. مروا على المركبة هي تبعت السيارة، أنا ما لعبان فيها شيء أبدا. هون عندك الحساسية بتحبوا تستخدموا مثل عندي وبعدين تجربوا السكوبات. أوكي ما في مشكلة. خذ سكرين شوت أنت للشاشة بشكل عام. عندك 3 خيارات الفوق 100 هدول 100 تخلوهم. وبعدين عندك هون هي الخيارات، خذ له سكرين شوت وفعلها عندك. طبعا لا تنسى تفعلها بثلاث مجالات، لانه هو مثل ما لك شايف في عندك 3 مجالات نفس بعض. انت ال3 مجالات حطهم نفس الشيء،
المجال الاول اللي هو اسمه الكاميرا، وحساسيه الاي دي اس ال. هاي الاي دي اس شوي الدي اس ال هيديك تبعت تحليل الدم. اوكي، في عندك هون الخيار الاخير كلاتهم نسوون نفس بعض. وشو بتسوي انت؟ بتروح مثلا بتركب سكوب 6 وبتشوفه عندك سريع بطيء، اذا بطيء زود له، اذا سريع خفف منه شوي. هيك بتكون نفس الاعدادات اللي انا بستخدمها. روح على سكوب 8، افتح السكوب شوفه سريع ولا بطيء عندك، كمان بنفس الوقت شي بتسرع او شي بتبطئ. مروا على الخيارات الثانيه اللي هي الالتقاط. الالتقاط هي لما انت بتاخذ لود. انا محدد الطلق الاي كي ياخذ 130 طلقه 180 طلقه، والام 4 180، السكار 180. هيك بتوزع انت حتى لا تملى عندك الشنتايه بشكل عشوائي، يعني تاخذ شغلات مالك لازمه فيها. وهون عندك تحت الطبيات مثلا انا اعطيه خيار للفيرس 8 ياخذ 5 فيرس 8، الشنتايه الميديك الكبيره ياخذ منها 2، الابره 2، المشروب الطاقة ياخذ 4، الضماد ياخذ 5 اللي هو الباندج، والمسكن الآلام ياخذ 4، حتى لا تسع عندك الشنتاية فجأة تقول اوف ليش الشنتاية ما بقى ساعت عندي كتير، لأنه أنت عطيه خيارات يحمل كتير. ودائما بعطيكم نصيحة لموضوع الكار، لا تخليه يحمل أكثر من 50 طلقة كار أو 40 طلقة كار، لأنه هذا الشيء رح يزيد من حجم الشنتاية وأنت ما رح تستخدمهم بالجيم بالآخر. إذا طلقت 40 طلقة كار مستحيل يعني تطلق 40 طلقة كار، ما رح تواجه الأشخاص بهالشكل حتى تطلق هالعدد من الطلقات. وبنفس الوقت مروا على القنابل، خليه يحمل 4 قنابل، انا بستخدم القنابل كتير بعتمد عليها كتير. السموك 2، حتى دائما خليه يحمل سموك 2، لانه ممكن يسالوك جماعتك معك سموك تقول ايه والله ما اخذت، لا خليه هو يلتقط لحاله تلقائيا سموك، حتى السموك بيفيد السكواد كتير. رح نروح على الخيارات التحت. هي المنظار ما بخلي انا يلتقط ولا منظار يدويا لحاله، كلياتهم انا باخذهم حتى بعد ما افول او بعد ما اخذ السكوب ما يصير ياخذ ويعبي سكوبات لحاله بالشنتايه. هذا الشيء بيأثر كتير على الشنتاي، وبيأثر هذا بنفس الوقت على تأخيرك في الجيم. ان شاء الله اكون شرحت لكم هيك كل المعلومات، ورح ارجع واحكي لكم عن السكوبات. مثل ما قلت لكم استخدموا هي السكوبات مثل ما لك شايف، السكوب رقم 2، السكوب رقم 3، السكوب رقم 4، السكوب رقم 6، السكوب اكس 8. هدول مثل ما لكم شايفين استخدمون عندك. اذا شفتهم سريعين بطئون، اذا شفتهم بطيئين سرعون شوي. انا ما رح اطول عليكم بالفيديو كتير واقعد اشرح لكم لا الموضوع جدا بسيط. كيف ممكن انك تثبت ايمك كمان في فيديوهات موجوده عندي، يمكن يا فيديوهين حكيت فيه عن ثبات الايم، كيف بتخلي ايمك ثابت مثل ما لكم شايفين. هي بس في نصيحة كمان قبل ما انهي الفيديو حابب اني احكي لكم اياها، هي انه يا جماعة الخير، هي السكوبات، سرعة السكوبات ما لها علاقة بثبات الايم ابدا. هي خلوها معلومة، السكوبات فقط هي مجرد سرعة، بس سرعة. لاحظوا لما ارمي شلون الايم رح يطلع لفوق، ما لها علاقة بالسرعة ابدا. بس ممكن في ناس شو بتساوي، مثلا لما بترمي بتقوم بتثبت اصبعتها بس على المنطقة اللي لازم تثبت فيها الايم، فبتلاقي مثلا بترمي بتضل كامشة، فبهالحالة بده يطلع اجباري، بده يطلع لازم تنزل باصبعتك اليمين الايم. مثلا انت بترمي باليسار لازم تثبت باليمين تنزل الايم، لانه الايم هو رح يطلع، فانت لازم تنزل اصبعتك اجباري لتحت. هيك ان شاء الله اكون فدتكم، وان شاء الله اكون حكيت لكم بفيديو سريع عن السكوبات، عن الخيارات الاعدادات اللي انا بستخدمها. ومثل ما قلت لكم اهم شيء انكم لما بتضغط الميلان يقوم يفتح زوم لحاله، الميلان خليه يفتح زوم لحاله دائما. مثلا مثل مجرد انك شفت شخص خلاص ان شاء الله اكون فدتكم بهذا الفيديو. وهي موضوع السكوبات كلياته، وموضوع السكوبات بيرجع لك مثل ما انت بتعود نفسك عليه، سريع بطيء السكوب، كيف بتحب السكوب على راحتك. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، لا تنسى دعم الفيديو باللايك، ولا تنسى تكتب لنا تعليق وتشترك وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد. كان معكم سامر وحود ابن سوريا، مشاهدة ممتعة. طالع والله طالع، ها خلص روح قول يا رب يلا.